بكره الاهلي والهلال السوداني. حد يقول لي هو انت هتشجع غريمك ولا ايه؟ اقول لك ايوه اشجع غريمي. زمالك واهلي يبقى زمالك، انما فريق مصري فريق افريقي يبقى فريق مصري. كل ده في الاخر بيصب لينا كلنا، بيصب لينا كدوري مصر كلنا. دي رقم واحد. رقم اتنين، طالما طلعت بره قصة المنافسة ما بين الأندية المصرية وبعضيها ودخل فيها أفريقيا، يبقى أنا لازم أكون مصري. ما هو زمالك مصري، أهلي مصري، بيراميدز مصري، إسماعيلي مصري. كل أندية الدوري المصري هي مصر. مصري تمام ضد أفريقي يبقى مصري. أنا وأخويا على ابن عمي، أنا وأخويا على ابن عمي. فكده دي رقم واحد. رقم اتنين، طالما المنافسة مش موجودة ما بين الاتنين، ما بين أهلي وما بين زمالك، خلاص يبقى هشجع عشان يتحسب ليا كدوري مصري بصفة عامة. أيا كان الفريق اللي هو هيحصل على البطولة، سواء مشاركات أو سواء حصول على البطولة نفسها كبطولة، تمام، بتتحسب للدوري المصري ككل. وده بيرفع من تقييم كده كده الدوري بصفة عامة. نقول على تاريخ مواجهات الهلال السوداني والاهلي المصري في اخر السنين. كان الغلبة للاهلي المصري بتفوقه باكتر من مرة بعملية الفوز، وكان في تعادلين وكان فيها فوز واحد بس للهلال السوداني. في 2019 اتقابل الهلال السوداني والاهلي المصري، وكان الفوز للاهلي المصري ب 2-1. وفي 2020 اتعادلوا 1-1، وفي 2022 ذهاب اتعادلوا 0-0. وفي 2022 عودة فاز الأهلي 1-0. في 2023 ذهاب فاز الهلال السوداني 1-0. وفي 2023 عودة فاز الأهلي 3-0. في واضح كده إن في غلبة للنادي الأهلي. يا ترى ايه اللي هيحصل بكره؟ قول لي رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.